It's that time again. برطمان time. النهارده الصراحة مش حاسس ان انا مبسوط قوي من حوار البرطمان ده. احنا قلنا ان احنا هنبدأ نكون عندنا استمرارية في الاشياء، فيلا بينا. اوكي، برطمان اهو. اتمنى ان التوبيك يكون في الحنين النهارده، عشان الصراحة اول حاجة ان لاحظتها الفيديوهات دي is not really helping my channel نوعا ما. it's hurting my channel لان كل ما بتنزل فيديوهات لو مش shorts وتكون long form وبينزلوا ورا بعضيهم، في ناس مش يعني الشورت attention span بتاعتها مش هيخليها انها تتفرج على فيديو كل يوم. يوتيوب بيحس ان انت بتعمل حاجه هبلولة كده كل يوم بتنزل فيديو، فمش بيسجست الفيديوز بتاعتك. المهم احنا بنعمل الموضوع ده علشان جزء منه استمراريه والجزء التاني منه علشان it's interesting. هنشوف ايه التوبيك بتاع النهارده اللي برطمان هيحدده. اوكي، اقرأ جزء من كتابك. الكتاب اللي انا كنت قايل ان انا هكتبه، البتاعة دي صعبة بالنسبة لي لان انا عارف ان الكتاب دلوقتي مش كويس قوي، بس خلونا نقرا جزء من الكتاب. الفصل 12، العالم مش بيحبك، خلف الكواليس. في سنة 1887 فينسنت فان جو بدأ يرسم زهور عباد الشمس. كان عنده إعجاب خاص بالطبيعة وباللون الأصفر بالذات، اللي تقدر تشوفه بوضوح في لوحته المشهورة مزهرية ب15 عباد شمس أو A Vase with 15 Sunflowers، اللي حققت رقم قياسي جديد في مارس 1987 لما اتباعت بأكتر من 25 مليون جنيه استرليني. ده بيعادل حوالي 90 مليون دولار بقيمة النهاردة بسبب التضخم. كنت دايما مفتون جدا بقصته وبالفن بتاعه. فان جو كان هولندي، اتولد في هولندا، كبر في عائلة من طبقة متوسطة في مدينة اسمها زوندرد. أمه جت من عيلة ميسورة الحال، كانت هي المسؤولة عن تعليمه في البيت لحد سن 7 سنين. شجعته إن هو يرسم وأبدأ اهتمام بالفن من وهو صغير. في سن 11 سنة اتبعت لمدرسة داخلية في مدينة مش عارف انطق المدينة، زيفنبرغن، معلش بقى على الأسماء اللي أنا هنطقها غلط، حيث أكمل جزء من تعليمه. ما عادش كتير هناك قبل ما يحول لمدرسة إعدادية في مدينة تانية، ولما كان عنده 16 سنة عمه جابه إنه يشتغل كتاجر فنون في واحدة من أكبر وكالات تجارة الفن شهرة في الوقت ده. ساب البيت وراح للشمال وعاش في مدينة على الساحل الغربي لهولندا اسمها لاهاي، وبعد 4 سنين فان جو كمل تدريبه وانتقل لفرع تاني للوكالة في لندن. كان ناجح جدا في شغله وبيكسب فلوس أكتر من أبوه وهو عنده بس 20 سنة. بعدين في حياته بدأ إن هو يبقى عنده الشغف بتاع الرسم، وفي خلال أكتر شوية من 10 سنين عمل حوالي 2100 عمل فني، بما فيهم أكتر من 800 لوحة زيتية، ودي تعتبر أكتر حاجات هو مشهور بيها. رسم نفسه، رسم الطبيعة والحقول والسحاب والليالي اللي مليانة بالنجوم، رسم زهور عباد الشمس اللي حققت أرقام قياسية زي ما قلت لكم. كل ده عمله قبل ما يوصل سن 37 سنة، وكتب اسمه في كتب التاريخ كواحد من أشهر الفنانين والرسامين اللي مشوا على الأرض. قصة نجاح عظيمة، مش كده؟ خلينا نبص تاني. فينسنت فان جو اتولد في هولندا، كبر في عيلة فعلا من طبقة متوسطة، وأمه علمته في البيت شوية لحد ما اتبعت لمدرسة داخلية في المدينة بتاعت سيفنبرغن. حس بالإهمال وبالحزن، طلب من أهله إن هو يرجع البيت، بس هم نقلوه لمدرسة إعدادية تانية بدل ما يرجعوا البيت. كان حزين جدا، وبعد 2 قرر إن هو يرجع البيت فجأة. بعد ما كمل تدريبه وسافر لندن، فان جو وقع في الحب. الأمور مشيتش كويس للأسف، اترفض لما اعترف بمشاعره واتكسر قلبه. ساب لندن وخد شغلانات مؤقتة، بس مفيش حاجة من الحاجات اللي هو حاولها كانت ناجحة أو مرضية بالنسبة له، فقرر إن هو يتجه للدين. 10 سنين قبل ما يرسم زهور عباد الشمس في فرنسا، قرر إن هو يروح أمستردام ويعيش مع عمه اللي كان لاهوتي علشان يبقى قسيس. فينسنت درس علشان ينجح في الامتحان بتاع الدخول لاهوت في جامعة أمستردام، ولكنه فشل. حس بإحباط لأن حلمه اتكسر، وساب بيت عمه في سنة 1878. بعد 2 سنين لما كان عنده 27 سنة قرر إن هو يبقى فنان، بس أدوات الفن كانت غالية عليه، وساعتها كان فقير جدا. كان مفلس لدرجة إنه اضطر يعتمد على أخوه الصغير للدعم المالي. طريق فنه كان وحيد، بس كان عنده شوية أصدقاء. واحد منهم كان غوغان، فنان تاني في فرنسا.
في ليلة اتخانقوا فان جوخ هدد صاحبه بالموس ولكن ما أذاهوش، بس من كتر ما حس بالذنب إن هو هدد صاحبه راح قطع جزء من ودنه بالموس ده. أدرك وقتها إن هو بيعاني من مرض نفسي خطير وإن اكتئابه بقى خارج عن السيطرة، فدخل المصحة النفسية. وأشهر رسمة رسمها في حياته قد تكون الليلة المرصعة بالنجوم أو A Starry Night. الرسمة دي اترسمت في المصحة. قصة فان جو من النظرة دي تعتبر بعيدا كل البعد عن قصة النجاح. في حياته كلها باع لوحة واحدة بس، وعدم اعتراف العالم بفنه كان يمكن واحدة من أكتر الحاجات اللي كانت مؤلمة اللي اضطر إن هو يتحملها. ده وفشله المبكر في حياته خلاه دايما يشك في جودة فنه وفي نفسه كفنان. عندنا بعض الجوابات والرسائل اللي كان بيبعتها لأخوه، واحدة منها كانت كالآتي بتاريخ 26 يناير 1882: عزيزي ثيو، اللوحات بالألوان المائية اللي بعملها لسه لحد دلوقتي مش بتتباع. أنا عندي أمل وبشتغل لحد ما أتعب، بس الواحد أحيانا بيتزق لليأس لما يحاول إن هو يطور حاجة كل شوية ومتطلعش حلوة. وفي واحدة من الرسائل التانية كان بيعبر عن الصعوبة المادية اللي كان بيمر فيها. بيقول في الرسالة دي: التجارب والمحاولات بالألوان المائية مكلفة جدا، الورق والطلاء والنموذج والوقت كله بقى غالي عليا. في الواقع في حياته فان جوخ كان ظل غير معروف، اشتغل بجد عشان يوصل لرؤية محدش غيره كان شايفها، وده أكيد كان له تأثير عليه. في 29 يوليو 1890 فان جو انتحر، مات في سن 37 سنة. ما كانتش موتة سهلة وفورية، سحب مسدس وضرب نفسه بالنار في حقل من القمح كان رسمه قبل كده في لوحة في فرنسا. الرصاصة دخلت في مكان ما بين القلب والمعدة، واستغرق الموضوع حوالي يومين من الألم الشديد لحد ما دخل في غيبوبة ومات. كانت موتة بطيئة ومؤلمة زي حياته، يمكن كان متعود على الوقت المؤلم اللي بيعدي بشكل بطيء. معظم قصص الفشل والنجاح بتكون منحازة، بتتبروز علشان تقدم وجهة نظر معينة. انت شفت مثلا أنا عملت إيه دلوقتي؟ في الأول قريت قصة كانت ممكن تبان إنها قصة نجاح، ولكن لما شفت في الجزء التاني كمية المعاناة واليأس والفشل اللي حصل في حياة فان جو، ما تقدرش تقول إنها كانت قصة نجاح كاملة أو دقيقة. في تفاصيل كتير في حياته مش مذكورة هنا، وأكتر بكتير من اللي ما تقالش أو حتى اتكتب. نفس الشيء مع كل الشخصيات اللي احنا بنعتبرها ملهمة وناجحة. الناس بتمجد قصص النجاح وبيتكون في عقولها حاجة اسمها survivorship bias. بتشوف المراكب اللي نجت بس واللي وصلت، بتشوفش كمية المراكب اللي غرقت. في الماضي البشر خلقوا أساطير عن الآلهة والمخلوقات السحرية علشان يلهموا الناس يعملوا الخير وإنهم يبقوا أفضل. وفي عصرنا الحالي كتير من الناس بتقرأ قصص المشاهير بنفس الطريقة، كأنها أساطير بتمجد الأشخاص زي إيلون ماسك وجيف بيسوس وستيف جوبز. لكن كل اللي احنا نعرفه هو الجزء الظاهر من الجبل الجليدي، ملهم ولكن أكيد مش القصة الكاملة. ما شفناش ما وراء الكواليس، ما شفناش وما حسناش قد إيه كان في ألم، كمية الليالي اللي كانت بدون نوم، الفشل، الشك والحاجات اللي واجهوها علشان يوصلوا للي كانوا بيطمحوا ليه، وكمية الناس اللي كانت بتطمح وبتحلم في إنها توصل لحاجات مشابهة وما نجحتش وما نعرفش قصصهم خالص. وفي الواقع الأمور أكتر احتمالية، مش أبيض وإسود. أنا ما بعتبرش قصة فان جوخ إنها قصة فشل، ما نقدرش ننكر رغم الشك والألم والفقر والإهمال وعدم اعتراف العالم بعمله وهو عايش إن هو لسه عمل الحاجة بتاعته، رسم. حتى لو كان فيه ألم كان فيه أمل. وواحدة من الرسائل اللي بعتها لأخوه هو بيشتكي من غلاء الأدوات بتاعة الفن، قال له: مع ذلك ومع كل الغلاء ده أعتقد أن أقل طريقة في التكلفة هي المثابرة بدون أن احنا نخسر الوقت، لأن الواحد لازم يمر بالفترة البائسة دي. الناس ممكن يجادلوا إذا كان فان جو كان ناجح فعلا أو لأ، ولكن ما نقدرش ان احنا ننكر حاجتين: إن هو ما دقش طعم النجاح في حياته، وإنه كان مثابر. في كتير زي إيلون، زي جاف، زي ستيف، زي المشاهير، ولكن ما قدرناش ان احنا نعرفهم ولا نوصل لهم. ممكن يكونوا لعبوا كتير من الكروت الصح وبيشتغلوا كل الشغل اللي محتاج ان هو يتعمل ويحطوا الساعات، ولكن يمكن الحظ ما لعبش معاهم وده أدى بيهم لليأس. ولكن أفضل رهان زي ما فان جوخ قال إنك تفضل مثابر، لأننا نقدر نشوفها بوضوح دلوقتي. نقدر نقوله: فان جوخ، فنك كان دايما جميل ومساهمتك كان ليها قيمة، ونتمنى إنك أنت كنت استنيت شوية كمان
عشان كنت على وشك انك تكون محظوظ. الشابتر ده بالذات انا كنت كاتبه بقالي فترة، وانا بقراه دلوقتي شفت حاجات انا عايز اعدلها، ولكن الفكرة في مضمونها ان في probabilities، في نسب، ممكن الحاجة انها تظبط ممكن انها ما تظبطش. ده ما يمنعش ان احنا محتاجين ان احنا نحاول وان احنا نثابر. تذكرة ان الواحد محتاج ان هو يفضل عنده مثابرة وان هو يشتغل، لان احنا زي ما كنا بنقول في الفيديو الاولاني اللي هو رقم 1، فكرة ان احنا ممكن نخلق الحظ بان احنا نعمل فريكشن مع السيستم اللي هو الموشن لوك، وان احنا نحاول ان احنا نعمل بوزيشننج بشكل افضل. لازم ان احنا نتعلم من المحاولات بتاعتنا، وان احنا ما نفضلش نكرر الحاجة مرة واثنين وثلاثة لو ما بتشتغلش، ولكن ان احنا نتحسن. يمكن كان بس محتاج سيلز مان شاطر يعرف ان هو يبيع له الرسومات بتاعته. الرسومات بتاعته اتباعت ب$100 مليون ولا اكتر، يعني لو كان واحدة من الرسومات دي اتباعت وهو عايش كان بقى ناجح وغني ومشهور والحاجات اللي الناس بتطمح ليها. ده كان شابتر رقم 12، جزء منه مش كل شابتر. الشابتر كله بيخوض في حاجات ليها علاقة بان العالم مش بيحبك، مش حكاية ان هو مش بيحبك، هو ان العالم بيمتحنك علشان يشوف انت فعلا عايز توصل لحاجه اللي انت بتقول ان انت عايز توصل لها ولا لا. اتمنى الحلقه دي تكون عجبتكم. قولوا لي ايه رايكم في الشابتر اللي انتوا قريتوه ده، وانا ممكن ان انا انزل الشابتر كله لو انتوا عايزين ان انتوا تقروه. ممكن احطه في حته لينك، يعني قولوا لي لو انتوا عايزين ان انتوا تقروه في التعليقات، وانا ممكن احط الباقي في لينك واحطه في التعليقات لو انتوا دي حاجه عايزينها. فشوفكم في فيديو جاي بكره ان شاء الله. باي.